منذ أن قررت الحكومة السماح باستيراد لحوم البغال والحمير، استيراد لحوم البغال والحمير، والأسئلة تتهاطل علينا من كل مكان: ما حكم أكل لحم البغل وأكل لحوم الحمير؟ وأنا أتعجب من مسألة استيراد لحوم البغال والحمير. يعني كما قال فضيلة الشيخ علي عيا، الجزائر مملوءة بالحمير، مملوءة بالبغال، ما فهمناش عليها رايحين تستوردوا في زمن أزمة اقتصادية، في زمن كما تقولون التقشف، في زمن وزمن الناس لا تجد الغذاء، فإذا وجدوا الغذاء لا يجدون العشاء، فإذا وجدوا العشاء لا يجدون الغطاء. علاه رايحين تستوردوا لحوم البغال والحمير؟ ما يكفيش اللحم الحمار الجزائري، الحمار الجزائري راهو في بطالة، راهم هايمين في الجبال قاعدين هكذاك هايمين اون شوماج. يعني ما يكفيش البغل تاع الجزائر؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.